بالنسبة للتيار الإسلامي الكثير من الأقباط بيشعروا بحالة من القلق الشديد. المسيحي الذي يقرأ تاريخ مصر جيدا ويعلم شيء عن الإسلام لا يمكن يخاف من الإسلام ولا يخاف من تطبيق الإسلام. الشريعة الإسلامية بالمناسبة ألغيت رسميا من مصر سنة 1954 رسميا، وبدأ التحلل من تطبيق الشريعة الإسلامية سنة 1873. يعني عندنا تقريبا قرابة 1000 سنة أو 1100 سنة. وكانت فترة حريات موجود فيها كتير، فترة حريات كتيرة لكل الشريعة الإسلامية بتحكم مصر وفيها مسلمين ومسيحيين ويهود، ولم يثبت إطلاقا أي أذى ولا أي ضرر ولا أي شيء بيعكر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. أنا كقبطي مصري شايف إن الخيار الأصوب في الفترة الحالية بالنسبة لمصر عموما أقباط، مسيحيين، بهائيين، يهود، أيا كان، لا دينيين، ملحدين، من حق كل واحد إن هو يعتنق الفكر اللي شايفه. والدستور عندنا فيه كتير قوي وعديد من المواد اللي بتأكد حرية العقيدة، فكل شخص من حقه ان هو يعتنق الفكره اللي يرى ان هي الاصوب من وجهه نظره. لكن انا مؤمن ان في الفتره دي محتاجين ان الدوله تتجه نسبيا للعلمانيه، قرارات الكنيسه والجامع تتنحى بعيدا عن الدوله. هنلاقي واحد منهم، وده دكتور انا بحترمه جدا، اسمه الدكتور رفيق حبيبي، بيقول ان الشريعه هي الضمان الوحيد للمسيحيين في مصر. ايه معنى الكلام ده؟ انا لو ببص كده على اوروبا مطبقه ديمقراطيه سيكولر، ديمقراطيه علمانيه. الديمقراطيه العلمانيه كويسه قوي، لكن لو حصل استقطاب في المجتمع بتحصل مشكله. يعني ايه؟ لو بدا بعض الفئات تتشيطن وتتهمش ممكن تتظلم بالديمقراطيه العلمانيه، وده حصل بالفعل للمسلمين في سويسرا. المسلمين في سويسرا بالديمقراطيه والشفافيه والنزاهه اتمنعوا ان هم يبنوا مآذن للمساجد بتاعتهم. يعني المسيحي يقدر يبني برج للكنيسه، اليهودي يقدر يبني برج للمعبد اليهودي، الهندوسي يبني برج للمعبد الهندوسي، البوذي يبني برج للمعبد البوذي، انما المسلم لا. بايه؟ اتظلم بايه المسلم هنا؟ بالديمقراطيه العلمانيه. نفس الكلام حصل في فرنسا وفي بلجيكا، واتمنع البنات من ان هم يدخلوا المدارس بتاعتهم بالحجاب. انا قعدت بنفسي في بلجيكا قدام مدرسه في العربيه الساعه 8 الا ربع الصبح، شفت البنت المسلمه داخله بالباك باك بتاعتها على ظهرها تقوم شاده الشرب عشان تعرف تخش المدرسه. وده اللي انا شفته. ده كله حصل بايه؟ بالديمقراطيه العلمانيه اللي هي تسمح للاغلبيه تظلم الاقليه لو حبت. الشريعه الاسلاميه الفرق بينها وبين الديمقراطيه العلمانيه انها ديمقراطيه ولكن تغل يد الاغلبيه عن ظلم الاقليه. الموقف ايه بالنسبه مثلا للسيدات المسيحيات؟ هل هيفرضوا عليهم ارتداء مثلا الحجاب؟ اذا كان الناس احرار في عقائدهم فما بالك بما هو دون ذلك. شعرنا جميعا اننا في خطر امام راي حزب النور والتيار السلفي. هذا البلد ملك للاقباط وللمسلمين. هذا الكلام ذكرته مرارا واؤكده واكرره. مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، اقولها لله. عندما يعجز الجيش والشرطه عن حمايه الاقباط في مصر، الاقباط كافيين انهم يدافعوا عن نفسهم ويحملوا سلاح. القرآن امرني بان انا احمي غير المسلم بروحي لو جاني يستغيث بي. كراسي ناخد مكالمة تليفونية. الو، مين معايا؟ قناة الطريق، اتفضل. الو، مين معايا؟ اتفضل. باجت معاك من ترد. اهلا يا اخ باجت، اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي. انا عاوز اتدخل في 3 نقاط كده. بالنسبه اول حاجه الماده الاولى اللي هي المواطنه، فانا اطالب بجعل المواطنه او الماده الاولى من الدستور بان مصر دوله جمهوريه مصر، ونلغي كلمه عربيه. ان اللغه دخلت مصر سنه 900 ميلاديه، ولم تكن مصر فيها لغه عربيه سائده، بل كانت اللغه القبطيه هي السائده. فده نمره 1. نمره 2، الماده الثانيه من الدستور والتي تنص على ان الدين الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع،
فهي عبارة عن مادة استفزازية، فهي مادة استفزازية الغرض منها استفزاز الدين المسيحي. كان ديانات تلغي بعضها بعضا، جاء الإسلام يقول أنا أكمل. ومما يدل على ذلك بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال في جلسة مع الصحابة، قال لهم بإذن الله ستفتتحون من بعد مصر ستجدون فيها شعب سمر وجوههم أشعث شعورهم هم القبط استوصوا بالقبط خيرا استوصوا بالقبط خيرا. وبقول لاخواتي بكل الحب حقيقي يعني ان الاسلام زي ما شفناه وعهدناه كان ماشي بالمحبة والعدل مع بعض. مثلا عمر بن الخطاب مرضيش يصلي في كنيسة القيامة، قال لحسن يفهموا ان انا هحولها الى مسجد. منتهى المحبة ومنتهى الحكمة. ومش بس كده، كان عادل جدا زي ما انتم عارفين، لما كان نايم تحت شجرة بدون حراسة، فواحد معدي من الإعرابيين فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. احنا كعباد حاسين بالحزن والغضب وحاسين ان في مشكلة كبيرة وخايفين من المستقبل. وعشت عمري كله في حب مع اخواتي المسلمين من واحنا شباب صغيرين في اسيوط لغايه النهارده، وبتمتع جدا بهذا الحب باستمرار. إذا كانت مثلا المادة الثانية تستثني الأقباط كما قلت العدد اللي ذكرته يعني، ولكن ما يقال في الواقع أنك من ناحيتك أيضا أنت تريد أن تفرض رأي أقلية على الأكثرية، الأكثرية تريد. دعني أسأل هذا السؤال بشكل تالي سيد سويرس، لو وضعت هذه المادة للتصويت وقبل بها أهالي مصر تقبلها؟ للتصويت الشعبي استفتاء على المادة الثانية. الأغلبية مسلمة هنا بالتالي هيوافقوا على الكلام ده، لكن لا تقبل برأي يعني مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. مش هذه طريقة الديمقراطية؟ لا مش ديمقراطية. نعم. الذين حرموا أو حظروا الوظائف العليا وقطاعات حساسة في الدولة من يتبوأها الأقباط كما لو كانوا خونة. لأول مرة ينجح مسيحي مصري في الانتخابات المصرية من غير تزوير ومن غير تعيين هذه الانتخابات وفي قائمة الحرية والعدالة الأستاذ أمين اسكندر. خايفين من إيه؟ ولكن الذي يتحمل هذه المسؤولية، وأنا أكررها مرة وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، أن الإعلام هو الذي تسبب في ذلك. رسالة لكل الجدعان في كل ميدان في مصر، اوعوا رجليكوا تيجي في الخية. في خية منصوبة ليكم ومحدش عارف لا مين ولا مين اللي نصيبها واللي بينصبها لسه. فصحصحوا كده وخلوا علقكم في راسكم واوعوا رجليكوا تيجي في الخية، لا هنروح كلنا بلاش، والثورة والثمن الغالي اللي اتدفع فيها هيروحوا هدر، والله لا يقدر ولا يكون. اللهم بلغت اللهم فاشهد. الحاجة الأهم جدا واللي أنا مستعد أقولها وبكرة أفكركم إن يوم الجمعة الجاية بعد ساعات، بعد أيام قليلة، هتطلع الزوايا من كافة أنحاء مصر والمساجد الصغيرة بتحريض من قوى كثيرة. هيجري هجوما واضحا من هؤلاء الشيوخ في هذه الزوايا والمساجد الصغيرة ضد الأقباط. أنا بقول من دلوقتي، وهنا عايز أعرف إيه اللي ممكن يحصل عشان ما يتقالش إن إحنا ما قلناش، وده خبر يمكن خبر من أخبار بكرة. صدقوني هيحصل. أنا بقول هذا الكلام. يعني خلال هذه الثورة منذ 25 يناير حتى الآن تقريبا الشرطة مش موجودة تقريبا، ولم يرى أحد لا عدوان على كنيسة ولا على مسجد ولا حجر ألقي هنا أو هناك. يعني كلمة ضيوف معناها أن المسيحيون هم كانوا قبل ثم أتى المسلمون. النقطة الجوهرية أنه في التاريخ المصري كله العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في الأساس علاقة نوعية ومتميزة وفريدة تختلف تماما عن العلاقة بين الأقليات والأغلبية في أي بلد تاني من العالم بفعل التاريخ نفسه.
بفعل التاريخ نفسه. يعني لو رجعنا لدخول الإسلام مصر من أيامها وتعامله مع الأقباط أو مع المسيحيين، كل المصريين كان اسمهم أقباط، تعامله مع المسيحيين كان كل سكان مصر هم من المسيحيين، وتقبل المسيحيين للإسلام والمسلمين في مقابل الاضطهاد اللي كان واقع عليهم من الرومانيين. ثم بدأ دخول الناس المسيحيين في الدين الإسلامي، أصبحت الأسرة فيها أخ مسلم وأخ مسيحي وأولاد عم وأولاد خال وأولاد خالة، الكلام ده كله بينتموا إلى الديانتين. يعني العرب ما كانوش فاتحين، كانوا إلى حد كبير محررين. احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا، مسيحي واضطهدنا لدرجة ان البطرك اختفى والاسقفة اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين وجابوا ورجعوا كرسي واعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الاسلام. كنا بحاجة لأن ننشغل ببناء هذا الوطن. السفينة فيها ركاب لا يسعنا حتى أن نستفز نصراني منها بحيث يقذف في البحر، ولا ليبرالي ولا علماني. نحن أرحم البشر بالبشر وأنفع الخلق للخلق. هذا ليس ادعاء، لا، البراهين كثيرة وعديدة ولله الحمد والمنة. الناس خايفة على حرياتها. الحريات في الإسلام شعارها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الناس خايفة ومرعوبة من السلفيين علشان هتضيعوا الحقوق الشخصية بتاعتهم. هو الإسلام ده حاجة جديدة لدرجة إن واحد هيقول يا ترى هيعملوا إيه؟ الإسلام ده لما دخل مصر من أيام عمرو بن العاص كان في مسيحيات أكتر من المسيحيات اللي موجودين دلوقتي، ولم يشعرنا بإن في حد بيلوي دراعهم. حضرتك لو جيت رئيس جمهورية أو هذا التيار بصفة عامة حكم مصر، هتحجبوا القبطيات؟ الموقف ايه بالنسبة مثلا للسيدات المسيحيات؟ هل هيفرضوا عليهم ارتداء مثلا الحجاب؟ وكأنه هناك تحالف إعلامي غير معلن. أنا كنت مع واحد من الشيوخ الكبار قوي على فكرة في جماعة الإخوان المسلمين من حوالي شهرين، قابلته في حتة وسألته، قلت له يا شيخنا يعني هو كده يعني لو حصل والشريعة اتطبقت مش مثلا المفروض برضو ان الستات تغطي شعرها كلها بقوة القانون؟ قال لي ابدا، اللي افسدوا الاستعمار في 200 سنة انت مش هتصلحه لا في سنة ولا في 3 ولا في 10، ولا شيء يفرض على الناس ابدا. انت جايين من السعودية يا عربي، انت محتل بلدي مصر، انت راجل اجنبي عني، انت مش مصري، انت مش مصري يا عهد يا عربي، انت راجل كلب سعودي، ارجع بلدك. ايوه، انا جاء غازيا ام جاء فاتحا؟ لا، هو جه مصر فاتحا. فاتح لسبب، احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم. وكانوا باعتين المقوقز والي وبطريرك في نفس الوقت، وكان مستبد وكان بيتعب جدا الأقباط لدرجة أنه نفى البابا بنيامين إلى الصحراء بعيد عن كرسيه. نعم. عمرو بن العاص عمرو بن العاص لما دخل ولقينا أنه هو قادر على استعادة البطريرك وعودته مرة تانية لكرسيه، اتبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا. أنت تعترض على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن التشريع أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. هل تقترح مثلا إضافة الديانة المسيحية؟ لا طبعا يا سيدي، لا بالعكس. ماذا تقترح؟ اقترح ان البند ده يتشال خالص. ليه؟ انا راجل علماني، انا بؤمن بعلمانية الدولة. طيب اذا كنا عايزين نطلع النهارده، اولا ايه خطورة المادة دي؟ اذا جيت تحاسب الاخوان تحت اي بند ان انتوا بتمزجوا الدين بالسياسة وعايزين تفرضوا الدين وتدخلوا الدين في السياسة وتحكموا بالدين مش بالسياسة، يقول لك والله انا الدستور بتاعك بيقول كده. الدستور بتاعك انا ساتي الى الربط. انا راجل يا سيدي صالح، انا راجل علماني، لا عايز دستور يجيب سيره الاسلام ولا المسيحيه ولا اي. فالمصدر الرئيسي للتشريع مبادئ الشريعه الاسلاميه، وده الناس بتخلط ما بين احكام الفقه وما بين مبادئ الشريعه. مبادئ الشريعه هي الاحكام قطعيه الدلاله والثبوت، الامور المستقره، وبالتالي الاطار الاسلامي العام الحاكم بالثوابت غير المتغيرات والفقه. دلوقتي بقت الوطنيه انك تبقى مسلم. طب ما انا المسيحي ابقى فين يعني؟ اروح فين؟ ما هو يا نعزلهم يا نأسلمهم يا نموتهم يا ناخد المواطنه. مبدأ المواطنه ان يقف الجميع على قدم وساق.
ومفيش حاجة اسمها دولة إسلامية خالص. وعندنا من الأدلة القرآنية والأدلة النبوية ما نستطيع أن نطمئن به الأقباط طمأنة كاملة، ولطالما ذكرت ولطالما قلت وبينت أن خطابنا خطاب طمأنة للجميع، لأن حماية الأقباط واجبة علينا نحن المسلمين. لا أقول ذلك اجتهادا من عندي، بل هو إجماع لفقهاء الأمة، بل هو إجماع لفقهاء الأمة. حماية الأقباط، حماية أهل الذمة واجبة على المسلمين ممن يعيش أهل الذمة بينهم أو الأقباط بينهم. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. إذا كانت هذه نظرة الإسلام إلى الأقباط الذين يعيشون بين أظهر المسلمين، أنا خايف منهم يعني. يعني أنت عامل لنفسك سيناريو إنه ماذا لو الإخوان المسلمين مسكوا الحكم، أعتقد يعني الحكومة بلاش الحكم في الانتخابات الجاية؟ في كتير قوي بيتوقعوا. لا، أنا يهمني الحكم. أنا اللي يهمني الحكم. ما هو في الفترة الجاية الحكومة هتبقى الحكم. أنت بتتكلم عن الرئيس يعني وارد، وعندهم 4 مرشحين التيار الإسلامي. أعتقد هنغير الكارير بقى يعني فعلا متهيألي يعني. أولا ما هو أصل أنا كمان يعني أنت مش ممثل بس، أنت أقلية كمان يعني الضربة يعني يبقى كده هشتغل مع الكفار بقى، عارف يعني. هطلع في الأفلام دور أبو لهب، دور أبو لهب، مش هطلع مع المؤمنين صح. إن كان البعض بيستخدم بعض التصريحات وبعض الكلمات وبعض السلوكيات توطئة للطعن في دين الله تبارك وتعالى، فهذه سهام مردودة على أصحابها. نبدأ النقاش. يعني بعض الألعاب البهلوانية قد تتسبب في الفتن الطائفية. يعني صباح يوم الخميس تلقينا عدة تليفونات إن المسيحيين في الفيوم تلقوا تهديدات بالقتل إذا ذهبوا إلى قداس عيد الميلاد. حالة فزع، وفي النهاية اتضحت أن المسألة هزار. أحد المسيحيين هو الذي أطلق هذه التهديدات من خلال تليفونه. تحولت القضية إلى قضية أمن دولة، وحققت فيها النيابة بالفعل. إسلامنا دين السلام، دين الرحمة، دين البركة. هذا الدين العظيم واسمه الإسلام، وهو دين السلام، جاء لنشر الرحمة للعالمين كما هي مهمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمؤمنين فقط أو المسلمين فحسب. لازم نفهم إن أحيانا بيحصل عملية كات اند بيست بيتلعب بيها ضد المسلمين، خاصة عشان خاطر يتشوه دينهم شوية. لكن بالنسبة للخوف من الكنيسة، لا، احنا ما بنخافش ان احنا نروحش الكنيسة، بنروح الكنيسة لكن كخروج في اي مشوار تاني طبعا بخاف انزل لوحدي، بخاف اروح او ابعت ابني يشتري حاجة او ينزل الشارع، لاني معرض في اي وقت ان هو مسيحي ومعروف ان هو مسيحي ان يحصل له اي حاجة. لا يستطيع احد ولا تستطيع جهة ولا يستطيع حزب ان يخدع هذا الشعب او ان يضحك عليه. الامر اللافت للنظر بان العرب عندما دخلوا مصر، ومصر هي مركز حضاري مهم في العالم القديم والوسيط، تفاعلوا مع المصريين وفي مقدمتهم الأقباط. والإسلام دين الاعتراف بالآخر، دين التنوع. أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة. نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران، والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب، والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته، ووصية الخليفة أبي بكر
الصديق لأسامة بن زيد، والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق، والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر. وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة: استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما. بتشوف حضراتكم كيف نجح الإعلام في أنه تقريبا يشيطن كل الجماعات والقوى والرموز والأسماء. يعني أنت لو مركز مع الميديا تماما، مع الإعلام بالذات الإعلام المرئي، هينتهي بك الحال قطعا إن يقول لك البلد دي ملهاش قومة وإحنا آسفين يا مبارك. ما يحاك لبلدنا من مؤامرة حقيرة خطيرة في الخارج والداخل، لا يريد أصحاب هذه المؤامرة أن تتنفس وأن تستنشق نصر عبير الحرية التي بدأ يهب عليها. أول حاجة يا جماعة هندي الناس حقوقها، حقوق الإنسان، قبل ما تطبق عليهم عقوبات اديهم حقوقهم الأول، بعد كده حاسبهم. نحن قوم هينون لينون موادعون، لسنا جنسا يخالف جنس المصريين. يعرف المصريون بطيبتهم وسماحتهم ووداعتهم وحسن أخلاقهم. هذه الصورة البشعة التي تصور لنا في الإعلام إنما هي مجرد كذب من القول وزور، افتراء وبهتان. أنا يعني لي نصيحة قدمتها يعني لكثير من الناس وأنا أتبعها للعوام عموما. يعني لا نشاهد، أو أنا لا أشاهد برامج التوكشو ولا أقرأ الصحف. لي شهرين تقريبا منذ أن بدأت هذه الحملة لا أشاهد برامج التوكشو ولا أقرأ الصحف، ودي لا أرى ولا أسمع. دي تجعل الإنسان مطمئن تماما. لا أسمع الأخبار وأتابع نشرات الأخبار حتى أعرف ماذا يدور في الكون، لكن يأتي الخبير الاستراتيجي والمحلل اللي مش عارف إيه، وأنا أقول يعني كذب المحللون ولو صدقوا. الآن أصبحت مصر كلها يعني، وأصبح الناس جميعا ما بين محلل استراتيجي وخبير في الجامعات في الجماعات وخبير في الأحزاب وخبير في الحركات الإسلامية، ولا أدري من أين أتوا بهذه الخبرات. بين محلل ومحلل له. وكل تحليلات وكلام يعني للأسف الشديد أنا أراه عاري عن الصحة تماما. فأنا يعني أنصح الإخوة يعني جميعا أن يبتعدوا عن هؤلاء. وإن شاء الله ربنا طول عمره مبارك مصر